الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال. لم ينسى المصريون ما فعلته إسرائيل عام 1970 بمحافظة الشرقية حين استهدفت مدرسة بحر البقر وقتلت 70 طفلا بدم بارد. ذكريات مؤلمة بلا أدنى شك، لكن يبدو أن هذه الجريمة وجرائم أخرى تلاشت على الأقل لدى بعض أطراف فضاء الإعلام المصري. غزة ايه ونيلة ايه؟ بلا غزة بلا مصيبة بلا نيلة بلا هباب. الله، ده احنا من سنة 48 واحنا واقعين في الدم. لا يرى أصحاب هذا الخط الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة ودور المقاومة في صد العدوان، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن البعض اتهم حركة حماس دون دليل بالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي لشن حرب برية على القطاع من أجل إحراز مكاسب سياسية. ولا عجب أن يكون صاحب هذا الطرح داعية إسلامي عرف بخطيب الثورة. حماس صناعة إسرائيلية، الهدف منها رقم 1 تحقيق أمن إسرائيل، رقم 2 تهديد الأمن القومي المصري، رقم 3 قتل القضية الفلسطينية. القنوات الخاصة عزفت وشذت بعيدا عن اتجاهات الرأي العام المصري، عن مصالح الدولة المصرية التي تعتقد أن غزة هي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وراحت ربما تمدح الجيش الإسرائيلي، وهذا غير مقبول لا شعبيا ولا حتى من الدولة المصرية. خلق الإعلام المصري الخاص إذن عدوا جديدا يسمى حماس، ربما لخلافات جلية بين ملاك هذه القنوات وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وربما لاعتقاد عند البعض بأنه لا توجد من الأساس قضية فلسطينية. أنا غير مؤمنة تماما بأن في حاجة اسمها القضية الفلسطينية، خلصت يا أستاذ تماما. لا يمثل هذا الخطاب الإعلامي بحسب رأي آخرين الموقف الرسمي، فالإعلام المصري يرى فيه البعض أنه الأفضل في البلدان العربية. لابد أن احنا نثق في صحافتنا لا تزال أكثر الصحافات حرية في العالم العربي. وحتى الآن لا يوجد في مصر ميثاق شرف إعلامي، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج تجارب إعلامية تخالف بحسب رأي مراقبين كافة الأعراف المهنية وتؤثر سلبا على السلوك المجتمعي. إسلام أبو المجد، العالم، القاهرة.